السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي، عندنا النهاردة إن شاء الله شرح درس تنظيم البيانات في المصفوفات. جميل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض. أول حاجة عايزين نفهم يعني إيه مصفوفة. قبل ما نبدأ ونفهم يعني إيه مصفوفة، فخلينا مثلا نجيب صفحة فاضية هنا كده. جميل. أهو. أول حاجة، مصفوفة يعني أنا مثلا معايا شوية عناصر، ومعايا شوية عناصر تاني، وشوية عناصر تالت، وشوية عناصر رابع. فأنا عايز أرتب مجموعة العناصر اللي معايا دي في حاجة أنا أفهمها. مثلا لو رحت بصيت في المنيو بتاع المطعم، هتلاقيه مثلا بيقول لك عندي بيتزا، وعندي فطير، وعندي سجق، وعندي كذا وكذا وكذا، وأحجام مثلا صغير ووسط وكبير. جميل. مثلا الصغيرة ليها سعر، والكبيرة ليها سعر، والوسط ليها سعر، وهكذا مع باقي الأصناف. فأنا الكلام اللي أنا بقوله ده بيتنظم في حاجة اسمها مصفوفة. بيتنظم في حاجة اسمها مصفوفة، واللي بتكون عندي بالشكل ده. المصفوفة دايما بتتكتب بحرف كبير، بتتكتب دايما بحرف كبير، والعناصر بتاعتها بتتكتب جوه. هنا عنصر، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. هل لازم كل مصفوفة يكون فيها تسعة؟ لأ. في مصفوفة ممكن يكون فيها عنصر واحد، في مصفوفة فيها عنصرين، في مصفوفة فيها تلاتة وأربعة وستة. طبعا المصفوفة اللي فيها خمسة هنشوف هنكتبها ازاي. جميل. يبقى أنا عندي دلوقتي ممكن أجي أقول إن المصفوفة اللي معايا دي هي مصفوفة على النظم تلاتة في تلاتة. إيه يا مستر تلاتة في تلاتة دي اللي أنت بتقولها؟ حلو. إيه هي تلاتة في تلاتة؟ أنا جيت قلت لك بص معايا، ده كده صف، اتنين، تلاتة. أنا عندي تلات صفوف، وكده عمود، اتنين، تلاتة. فأنا كده معايا تلات صفوف وتلات أعمدة. يبقى تلاتة في تلاتة هي عبارة عن إيه؟ تلات صفوف وتلات أعمدة. عدد الصفوف دايما بيتكتب الأول، عدد الأعمدة دايما بيتكتب التاني. العنصر الأولاني ده اسمه ألف واحد واحد، ألف واحد اتنين، ألف واحد تلاتة. بعد كده الصف التاني، فأنا بقول الصف الأول يعني كده بقول الصف الأول، وبعد كده بقول العمود. فألف اتنين واحد، ألف اتنين اتنين، ألف اتنين تلاتة، ألف تلاتة واحد، ألف تلاتة اتنين، ألف تلاتة تلاتة. جميل. خلينا مثلا نيجي نشوف مثال زي ده. بيقول لي هنا المصفوفة ألف، ولاحظت إن هنا كتب المصفوفة بحرف كبير. جميل. بتتكون من العناصر دي. ثواني، هو احنا هنا نيجي نقدر نكتب النظم بتاع المصفوفة ده؟ اه يا مستر، نكتبه ازاي؟ بالراحة. هو ده كام صف؟ والله يا مستر ده صفين، يبقى هتقول لي اتنين. كام عمود؟ تلاتة، يبقى تقول لي اتنين في تلاتة. يبقى دي النظم بتاعها اتنين في تلاتة. طب اللي جنبها كام صف؟ تلاتة. كام عمود؟ تلاتة، يبقى النظم بتاعها تلاتة في تلاتة. جميل، خلينا نكمل. جينا هنا، فأنا ببص، قال لي عايز من المصفوفة ألف، من المصفوفة ألف العنصر اتنين اتنين. يعني ايه اتنين اتنين؟ يعني الصف التاني العمود التاني. ادي الصف التاني وادي العمود التاني، يعني ده العنصر اللي هو عايزه. جميل. يبقى العنصر اللي احنا عايزينه العنصر رقم كام؟ او العنصر اللي قيمته كام؟ اللي قيمته 4. جميل. طيب، الألف في اتنين واحد يعني الصف التاني العمود الأول. الصف التاني العمود الأول يعني العنصر اللي قيمته 3. يبقى العنصر اللي قيمته كام؟ 3. ألف واحد تلاتة يعني الصف الأول العمود التالت، يعني اللي قيمته 4. ألف واحد واحد يعني الصف الأول العمود الأول العنصر اللي قيمته -2. طب تعالى نتعامل مع المصفوفة ب. المصفوفة ب بيقول لك عايز العنصر ب تلاتة تلاتة. ب تلاتة تلاتة يعني أنا عايز الصف التالت العمود التالت. أدي الصف التالت أدي العمود التالت. فأنا بيطلع عندي العنصر رقم كام؟ اللي اسمه أو قيمته 9. ب اتنين تلاتة يعني الصف التاني العمود التالت، يعني اللي هي بكام؟ -2. ب واحد اتنين الصف الأول العمود التاني، اللي هي ب3 أهي. الصف التاني العمود التاني اللي هي القيمة اللي في النص اللي هي قيمتها كام؟ 0. جميل. عندنا سؤال كمان بيقول لنا إيه؟ اكتب المصفوفة ألف س ألف صاد عين على النظم 3 في 2. يعني أدي ألف تساوي
وافتح كده قوس، 3 في 2 يعني 3 صفوف وعمودين، يعني ألف واحد واحد، ألف واحد اتنين، ألف اتنين واحد، ألف اتنين اتنين، ألف تلاتة واحد، ألف تلاتة اتنين. تمام. طبعا كده خلينا نكبر الأقواس عشان إيه تبقى المصفوفة تحتويها، ونكتب تحت كده هنا دي مصفوفة على النظم كام؟ 3 في 2. جميل جدا. قال لك إيه؟ اداك شرط عشان تكمل حل، بحيث ألف صاد عين هي عبارة عن 2 صاد ناقص عين. بس سهلة، ده هو كده اداني حل المسألة. اداني حل المسألة ازاي؟ هاخد المعادلة دي أعوض فيها، أقول له 2 صاد ناقص عين، دي الألف بتساوي، أنا هنا عندي ألف واحد واحد، يعني مكان الصاد أحط واحد، مكان العين أحط واحد، يعني 2 في واحد ناقص واحد تطلع كام؟ واحد. وهكذا ألف اتنين واحد، مكان الصاد أحط اتنين، ومكان العين أحط واحد، 2 في 2 ب4 ناقص واحد 3. أكمل باقي المصفوفة، ألاقي إن المصفوفة دي اتحولت وبقت عندي بالشكل ده، ألف بقت بتساوي 1 3 5 0 2 4. كده المصفوفة دي بقت مصفوفة على النظم 3 في 2. طيب عندنا سؤال يا مستر، هو أنا إزاي أقدر أجيب عدد عناصر المصفوفة؟ إزاي أقدر أجيب إيه؟ عدد عناصر المصفوفة. يعني أنت مثلا جاي بتقول لي دلوقتي إن أنا كان عندي مصفوفة بالشكل ده وعلى النظم 3 في 2، يعني مثلا عندي هنا عنصر 2 3 4 5 6 أهي، 3 صفوف وعمودين. عندي مصفوفة تانية اللي كانت موجودة من شوية، المصفوفة التانية اللي كانت موجودة بالشوية اللي كانت بالشكل ده، كان عندي هنا عنصر 2 3 4 5 6 7 8 9 اللي هي كانت على النظم 3 في 3. طب دي يا مستر ازاي؟ جه الراجل قال لك الوضع سهل جدا وبسيط، قال لك عشان تجيب عدد عناصر أي مصفوفة فهي بتساوي عدد الأعمدة في عدد الصفوف. عدد الأعمدة فين؟ في عدد الصفوف. يعني لو رجعت من شوية كده المثال اللي كان هنا مثلا، عد العناصر، خلينا كده اهو نيجي نعد العناصر مع بعض. ادي عنصر 2 3 4 5 6، 6 عناصر. طب 2 في 3 بكام؟ ب6. طب يلا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 عناصر. طب 3 في 3 بكام؟ 9. يبقى أي مصفوفة عشان أعرف عدد عناصرها بضرب النظم بتاعها، بضرب النظم بتاعها. إيه هو النظم؟ اللي هو بكتبه تحت المصفوفة، ومش لازم أكتبه لأن كده كده بيبقى إيه معروف. جميل. يبقى إحنا دلوقتي نقدر نلخص الكلام اللي قلناه ده كله إن، ثواني، بسم الله. ألف مصفوفة على النظم ميم في نون، ميم في نون، حيث ميم هي عدد الصفوف، ونون هي عدد الأعمدة. يبقى دي عدد الصفوف وعدد الأعمدة. في الترم بتاعنا الجميل الصغير، أكبر مصفوفة هنتعامل معاها المصفوفة 3 في 3. أكبر مصفوفة هنتعامل معاها المصفوفة 3 في 3. يعني أنا عندي الميم أكبر منها وتساوي الواحد، أصغر منها وتساوي التلاتة، ونفس الكلام النون أكبر منها وتساوي واحد، أصغر من وتساوي التلاتة. يعني أصغر مصفوفة تكون معايا على النظم 1 في 1 اللي هي بيكون جواها عنصر واحد، وأكبر مصفوفة هتكون على النظم 3 في 3 اللي جواها كام؟ 9 عناصر. جميل جدا. عندنا بقى كام نوع من المصفوفات؟ قال لك عندنا شوية حالات خاصة من المصفوفات. إيه هي الحالات الخاصة اللي في المصفوفات دي يا مستر؟ تعال نتعلم مع بعض. أول حاجة اسمها إيه؟ مصفوفة الصف. مصفوفة الصف.
ودي سهلة باين من اسمها إن المصفوفة بتساوي صف واحد، وأحط مثلا هنا 1 3 5. يعني المصفوفة عبارة عن صف واحد وأي عدد من الأعمدة، أي عدد من الأعمدة. طب تاني نوع اسمه مصفوفة العمود، برضو باين من اسمها إيه هي؟ إن هي ألف عبارة عن عمود واحد وأي عدد من الصفوف، يعني مثلا 2 4 6 بالشكل ده. تمام. فأنا مثلا هنا النظم بتاع دي 1 في 3، النظم بتاع دي 3 في 1، 3 صفوف وعمود واحد. جميل. تالت نوع عندي حاجة اسمها المصفوفة المربعة. يعني إيه المصفوفة المربعة؟ يعني عدد صفوفها قد عدد الأعمدة بتاعتها. عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة. يعني ممكن تكون مصفوفة على النظم 2 في 2، هي مثلا هنا 1 2 3 4. أو تكون مصفوفة على النظم 3 في 3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ممكن تكون 2 في 2 وممكن تكون 3 في 3. جميل. المصفوفة أو النوع رقم 4. نبدأ بقى في المصفوفات الإيه؟ الشائعة. يعني المصفوفة الصفرية. يعني إيه المصفوفة الصفرية يا مستر؟ سهل. مصفوفة كلها أصفار، صفر 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 صفر. مصفوفة كلها أصفار، على النظم 2 في 2، على النظم 3 في 3، 3 في 1، 1 في 2. المهم إن كلها أصفار وبيرمزوا ليها برمز تاني مستطيل فاضي كده، مستطيل فاضي. جميل. عندي بعد كده رقم 5 المصفوفة، أو زي ما بنقول عنها مصفوفة الوحدة. مصفوفة الوحدة. ركز، مصفوفة الوحدة مش معناها إن كل عناصرها واحد، لأ. مصفوفة الوحدة معناها إن عناصر القطر الرئيسي هي اللي بواحد، يعني واحد وواحد، وهنا أي حاجة أو هنا صفار. ماشي. يعني إيه بقى؟ كلام كبر. بص معايا، دي هنا مصفوفة، لازم اجي ابص كده الاقي ان القطر ده بواحد. طب لو كتبت مصفوفة غيرها، مثلا جيت كتبت المصفوفة ب عبارة عن واحد واحد واحد، هنا صفر 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 صفر. جيت ابص لقيت القطر الرئيسي بتاعي عبارة عن وحيد والباقي صفار، يعني دي مصفوفة واحد. القطر الرئيسي بتاعي واحد والباقي صفار، يعني دي مصفوفة واحد. المصفوفة رقم 6 اسمها المصفوفة الايه؟ القطرية. المصفوفة القطرية. المصفوفة القطرية. ايه هي المصفوفة القطرية؟ قال لك هي مصفوفة كلها صفار ما عدا القطر الرئيسي بتاعها. كلها صفار ما عدا القطر الرئيسي. يعني ممكن اقول ان دي مصفوفة 2 في 2، فانا عندي 0 2 3، وعندي العنصر ده بس ب2. جميل. مثلا عندي مصفوفة بالشكل ده، هنا 5 وهنا 0 3. لا، احنا قلنا كلها صفار. ركز كده معايا، 0 0 0. مثلا هنا 3 0 0 0 0. جيت أبص كده، مصفوفة كلها أصفار ما عدا القطر الرئيسي في أرقام، يبقى دي اسمها إيه؟ اسمها مصفوفة قطرية. مصفوفة قطرية. يبقى تعالى كده ناخد شوية أمثلة سريعة على أنواع المصفوفات. المصفوفة دي نوعها إيه؟ 2 3 5. المصفوفة دي نوعها إيه؟ 3 4 6. تيجي تقول لي بسرعة يا مستر دي مصفوفة صف، دي مصفوفة عمود. ليه دي صف ودي عمود؟ لأن دي صف واحد، دي عمود واحد. صف واحد وعمود واحد. طيب لو جيت سألتك قلت لك المصفوفة دي نوعها إيه؟ المصفوفة اللي بالشكل ده، واحد صفر 2 صفر. تقول لي دي مصفوفة مربعة. ليه مصفوفة مربعة؟ لأن هي على النظم 2 في 2. طيب لو جيت سألتك المصفوفة دي 0 0 0 0، دي كلها صفار، يبقى دي اسمها مصفوفة ايه؟ صفرية. مصفوفة صفرية. مصفوفة صفرية. جميل. جه بقى بيقول لنا ايه شوية كلام جميل جدا،
والنقطة اللي جاية في الدرس دلوقتي بيتكلم معايا على تساوي المصفوفات. لما اجي اديك 2 مصفوفات هتقول لي ازاي ان هما كانوا بيساووا بعض. فاكر زمان لما كنت باجي اقول لك القوس ده مثلا س وصاد، لما كنت باجي اقول لك ان هو كان بيساوي 5 و7، كنت بتيجي تقول لي ايه؟ بتيجي تقول لي طالما بيساوي بعض اذا السين بتساوي 5 واذا الصاد بتساوي 7. اقول لك نفس الكلام في المصفوفات. لو جيت قلت لك ان المصفوفة مثلا، عندي مصفوفة عبارة عن 2 و8 وسالب 3 و5، بتساوي المصفوفة مين؟ هتقول لي بالراحة يا مستر، المصفوفة دي 2 في 2، عشان تساوي مصفوفة لازم تكون 2 في 2، وطالما قلت بتساوي يبقى نفس العناصر اللي هنا هي العناصر اللي هنا. أقول لك ولد جميل، يعني دي 2 ودي 8 ودي سالب 3 ودي 5، صح؟ صح. ده كده فول مارك ونجمة. طيب تعالى ناخد مثال. جه مثلا الراجل عمل لي مثال زي كده، خلينا نجيبه في صفحة لوحده، وبيقول عندي المصفوفة دي هي عبارة عن عين 0 2 4 7 5، بتساوي المصفوفة -1 0 4 2 ص -3 5 س-5. وقال لك إن المصفوفتين بيساووا بعض. أروح أتأكد بس من حاجة صغيرة، المصفوفة دي صفين و3 عواميد يعني 2 في 3، دي برضو كام؟ 2 في 3، يعني الراجل ده كلامه صح. يبقى تعالى بينا كده نحدد ونشوف مين اللي يساوي مين. دي عين ودي -1، يبقى هاجي على جنب كده وأقول له إيه؟ العين بتساوي -1، شكرا. بعد كده 0 0، خلاص 4 4، فادي 0 وادي الأربعة وادي الأربعة وادي الخمسة وادي الخمسة. جميل. اللي فاضل لي بعد كده مين؟ الاتنين دي مع السين زائد الخمسة. يبقى هروح أقول له 2 بتساوي س زائد الخمسة، ومنها السين بتساوي كام؟ 3. كده جبت قيمة العين. جميل. يلا بينا. بعد كده السبعة دي هتساوي 2 ص -3، يبقى هاجي تحت هنا وأقول له إيه؟ السبعة بتساوي 2 ص -3. طبعا أودي 3 بعكس الإشارة وأقسم على الاتنين، الصاد تطلع بكام؟ ب5. جبت قيمة السين، جبت قيمة الصاد، جبت قيمة العين. تمام، خلصنا. سؤال واجب تحله كده. المصفوفة س-3 -2 3 2 ص -9 بتساوي المصفوفة 8 -2 3 ص. جميل. ده سؤال واجب. طيب نيجي بعد كده لحاجة كمان. قال لك إيه؟ ضرب عدد حقيقي في مصفوفة. ضرب عدد حقيقي في مصفوفة. عشان ما نقعدش نتكلم كتير في حتة سهلة زي كده، نفرض مثلا إن أنا عندي مصفوفة بالشكل ده عبارة عن 6 -2 0 5 3 4. 5 3 كام؟ 4. وأنا جيت بقول لك هي المصفوفة 3 أ بتساوي كام؟ بالراحة. المصفوفة بتفضل زي ما هي مش بتتغير. يعني إيه زي ما هي مش بتتغير؟ المصفوفة دي كام في كام؟ المصفوفة دي 2 في 3، يبقى المصفوفة دي هتفضل 2 في 3. جميل. هو أنا هنا ضربت في كام؟ في 3، يعني أنا كل العناصر اللي شايفها جوه دي هتتضرب في كام؟ في 3. جميل. يلا بينا. 6 في 3 18، -2 في 3 -6، 0 في 3 0، 5 في 3 15، 3 في 3 9، 4 في 3 ب12. جميل جدا. يعني أنا لو جيت مسكت المصفوفة ضربتها في عدد، العدد ده بيتضرب في كل العناصر اللي موجودة معايا، بيتضرب في كل العناصر اللي موجودة معايا. يعني يا مستر دلوقتي أنا مثلا ممكن لو جيت قلت لك إن أنت عندك المصفوفة، خلينا بقى نغير ألف دي، عمالين نكتب ألف من الصبح. مثلا المصفوفة س كابيتال تساوي، أو س ده الحرف الكبير،
مثلا خلينا نقول إن هي كانت بتساوي كام؟ 6 9 12 6 9 12 18 27 36. وبعد كده عندك هنا 3 9 15. مصفوفة بالشكل ده تقدر تاخد منها عامل مشترك. انت كده ولد شاطر وبدأت تركز. جيت أبص يا مستر في المسألة هنا، لقيت 6 و9 و12 و3 و9 و15 و18 و27 و36 دي من جدول الضرب بتاع 3. فأنا ممكن كنت أجي أقول لك إن أنا ممكن آخد التلاتة عامل مشترك. جميل. ثواني كده نصغر دي ونخليها جنبها هنا. طيب بالشكل ده كده ناخد التلاتة عامل مشترك. فاحنا زي ما اتعلمنا من شوية ان انا لو عندي عدد هضربه في المصفوفة هضربه في كل العناصر. طب انا لو هاخد عامل مشترك هاخده من كل العناصر. يعني ياخد عامل مشترك يعني بقسم عليه 6 على 3 فيها الاتنين، 9 على 3 فيها التلاتة، 4 6 9 12 1 3 5. هل انت شايف من هنا ان انت تقدر تاخد عوامل مشتركة تاني؟ لا. يبقى خلاص. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نضرب عدد في مصفوفة، وازاي ناخد عامل مشترك من المصفوفة. ازاي ناخد عامل مشترك من المصفوفة. عندنا الحاجة الجديدة، هو درس بيبقى دسم لكن في الأسئلة بتاعته سهل إن شاء الله. الحاجة اللي عايزين نتكلم فيها دلوقتي حتة جديدة اسمها إيه؟ محور المصفوفة. من اسمه محور يعني بيعمل إيه؟ يمسك المصفوفة يلفها. يعني إيه يمسك المصفوفة يلفها؟ لو هي كانت ألف صاد عين، فالمدور بتاعها ألف صاد عين مدور بيساوي ألف عين صاد. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ يعني إيه الكلام ده كله؟ مش فاهم حاجة. بص معايا خلينا كده ناخد مثال سهل. جيت مثلا أنا بقول لك إن أنت عندك المصفوفة ألف هي عبارة عن 1 2 5 6 7 3. وجيت قلت لك هات لي ألف مد. المد لما يتكتب فوق يعني أنا بقول لك هات لي الألف مدور. حلو. ألف مدور أنت كام صف وكام عمود؟ أنا 2 في 3، أنا صفين وتلات أعمدة. حلو. يعني أنا لما أروح أجيب المدور بتاعك هتبقى 3 صفوف وعمودين. يعني أنا هاخد الصفوف دي أقلبها أعمدة، وآخد الأعمدة أقلبها صفوف. إزاي؟ أدي 1 2 5 وأدي 6 7 3. الله يا مستر، إيه الموضوع ده؟ ولا موضوع ولا حاجة. خدت الصف ده اهو اللي عمال اعمل عليه هايلايت، نقلته هنا. الصف اتقلب عمود، الصف اتقلب عمود، وادي الصف التاني قلبته في الناحية التانية. بدل ما بقت 2 في 3 بقت 3 في 2. بدل ما كانت 2 في 3 هتبقى 3 في 2. ناخد مثال تاني. بالراحة. الدنيا سهلة إن شاء الله ما فيهاش أي حاجة. طيب ناخد مثال. لو جيت قلت لك إن أنت عندك المصفوفة ب على النظم 9 - 2 4. يعني ده النظم كام؟ 3 في 1. 3 صفوف وعمود واحد. فإن الب مدور. تقول لي سهلة. الب مدور يعني هاخد الصف أقلبه عمود. هتبقى 9 - 2 4. دي 3 في 1 تبقى دي كام؟ 1 في 3. 1 في 3. جميل جدا. نكمل. طيب خليني مثلا أسألك سؤال ذكاء. لو قلت لك ب مدور تساوي ايه؟ هتقول لي سهلة. هو انا كان معايا ب في الاول، عملت لها مدور يعني شقلبتها، ولما شقلبها تاني تديني المصفوفة نفسها. مش مصدق. تعال نجرب. جيت مثلا بقول لك ان عندك المصفوفة ب بتساوي 1 2 5 6 7 8. قلت لك هات لي الب مدور.
تقول لي إيه؟ سهل، هقلب الصفوف أعمدة، يعني 1 2 5 6 7 8. يلا شقلبها تاني. إيه؟ مدور، أجيب لها المدور هتساوي إيه؟ حلو، هاخد الصفوف أقلبها أعمدة. يلا آخد الصف ده أقلبه عمود، 1 6. آخد الصف ده أقلبه عمود، 2 7. آخد الصف ده أقلبه عمود، 5 8. ودي 1 6. ركز بقى كده وبص معايا، إيه الفرق ما بين اللي طلعت لك دي والأصلية؟ إيه ده؟ ده هي 1 2 5 1 2 5 6 7 8 6 7 8. يبقى قاعدة جميلة بتقول لك إن الب بتساوي ب مدور مدور. يعني أنت لو مسكت أي مصفوفة لفتها مرتين تديك المصفوفة الأصلية، لو مسكت أي مصفوفة لفتها مرتين تديلك المصفوفة الأصلية. جميل جدا. يلا بينا ناخد سؤال ونطبق عليه. عندي مثلا سؤال جميل بيقول لك إيه؟ بيقول لك عندك ألف بتساوي زتا. خلينا نكبرها شوية عشان دي كبيرة سنة. الألف بتساوي زتا 30 قتا 30 قا 30 جا 30. دي المصفوفة ألف. والمصفوفة ب بتساوي جذر 3 س نص صاد ونص. بيقول لك ايه بقى الشرط الجميل اللي بيشرطه لك؟ قال لك ألف بتساوي ب مدور. الألف بتساوي ب مدور، فإن السين بتساوي نقط، الصاد بتساوي نقط. سهلة. هي دي ب ولا ب مدور؟ ب مدور. يعني احنا عايزين نجيب المدور بتاعي. ب مدور بتساوي ايه؟ نلف الب. الصف ده اهو، الصف ده اخده عمود، يعني هيبقى كام؟ جذر 3 ونص صاد هنا اهي. الصف التاني اخده العمود التاني، جذر 3 س. ودي ايه؟ نص. جميل. يلا بقى نقارن الارقام اللي قالها لك. زتا دي جذر 3 خلاص، دي قد دي ماليش علاقة بيها. جا او قا 30 بجذر 3 س. اه تعالى بقى على جنب هنا. قا 30 تساوي جذر 3 س. هي قا 30 بكام؟ قا 30 باتنين. قا 30 بكام؟ باتنين. واقسم على الجذر 3، يعني السين بكام؟ 2 على جذر 3. طب الصاد، جيت على جنب هنا، معلش، جيت على جنب كده وقلت له ايه؟ ان قطة 30 دي بتساوي جذر 3 س. ثواني عشان احنا ما بناخدش من هنا. ركز بقى معايا. قطة 30 بنص صاد، قطة 30 بنص صاد اهي. قطة 30 بتساوي نص صاد. حلو. قطة 30 بكام؟ برضه باتنين. قطة 30 باتنين، هتضرب في اتنين الطرفين، الصاد تطلع بكام؟ بأربعة. الصاد تطلع بأربعة. ازاي؟ اهو، خلينا كده نيجي نكتبها. قطة 30 باتنين، بقت 2 بتساوي نص صاد. هنا مقسوم على الاتنين، هضرب هنا في 2، يبقى الصاد تطلع بكام؟ بأربعة إن شاء الله. جميل جدا. خلينا كده نزود شوية صفحات. جميل. بسم الله نكمل. عندنا حاجة اسمها المصفوفة المتماثلة
شبه المتماثلة. المتماثلة وشبه متماثلة يعني إيه؟ بالراحة. وأنت شغال لو ألف طلعت بتساوي الألف مدور، ولو الألف طلعت بتساوي سالب الألف مدور، والله لو طلعت الألف هي المدور بتاعها يبقى دي اسمها متماثلة، ولو طلعت بالسالب يعني شبه متماثلة. شبه متماثلة. أمثلة. تعال ناخد مثال. مثال سهل جدا. بيقول لك إيه مثلا؟ عندي المصفوفة، خلينا نصغر ده. يا الله يا ولي الصبرين. ونجيبها على جنب كده، هنا أو هنا مش تفرق كتير. جميل. ونعمل لها كده ونقفل عليها. جيت أقول لك الألف بتساوي، قمت فاتح قوس كده، قمت نازل لك فيه بالعناصر مين؟ 2 سالب 1 سالب 3، وبعد كده سالب 1 4 0، وبعد كده سالب 3 و0 5. وقلت لك هات لي الألف مدور. والله الألف مدور. أفتح قوس وأروح أمسك إيه؟ أقول له الصف ده هقلبه عمود، يعني 2 سالب 1 سالب 3. الصف ده هقلبه عمود، يعني سالب 1 4 0، سالب 1 4 0. والصف التالت هقلبه عمود، سالب 3 0 5. ببص كده في لحظة استغراب ودهشة. الصف ده هو الصف ده، الصف ده هو الصف ده، الصف ده هو الصف ده، بس دي ألف ودي ألف مدور. طب خلاص، الألف بتساوي ألف مدور، إذا دي متماثلة، مصفوفة متماثلة. طب لو كانت طلعت بالسالب تبقى شبه متماثلة. جميل جدا. إيه مثلا؟ خلينا ناخد سؤال ونطبق عليه. ناخد بقى إيه؟ على فكرة كده الدرس بتاعنا يكون خلص، بس أنا عندي ليك شوية معلومات كمان محتاجين نقولهم مع بعض عشان أتأكد إن الدرس اتظبط معانا. ركز بقى معايا. لو قلت لك إن ألف هي عبارة عن ألف ب ج د ه واو د ه واو، وجيت أقول لك معلومة جميلة جدا. إيه هي؟ إن ألف دي متماثلة. ألف مالها؟ متماثلة. يعني إيه ألف متماثلة؟ يعني ركز معايا، شفت ده؟ اسمه القطر الرئيسي. اسمه إيه؟ القطر الرئيسي. يعني إيه بقى مصفوفة متماثلة؟ مصفوفة متماثلة يعني كل عناصر متماثلة حوالين القطر. يعني كل العناصر متماثلة حوالين القطر. يعني ركز، هتلاقي دي دال ودي دال، هنا اهي وهنا اهي، هنا واو وهنا واو. يعني دايما المصفوفة المتماثلة هتكتشف ان العناصر بتاعتها اللي فوق قد العناصر بتاعتها اللي تحت. طب تعالى نرجع كده للمثال اللي فات. تصدق بجد؟ ادي سالب 1 سالب 1 سالب 3 سالب 3 صفر صفر. ده عناصرها متماثلة جدا. حلو. طيب يا مستر ثواني، جت في دماغي حاجة. هو لو كانت ألف بتساوي مصفوفة بالشكل ده، صفر 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 دال ه واو سالب دال سالب ه سالب واو. جميل جدا. قال لك خد بقى معلومة يلا. لو جيت قلت لك إن ألف دي شبه متماثلة. شبه إيه؟ متماثلة. في شبه المتماثلة دايما القطر بصفر، دايما القطر بصفر.
ولو جيت بصيت على العناصر هتلاقي واحد بالموجب واحد بالسالب، واحد بالموجب واحد بالسالب، واحد بالموجب واحد بالسالب. يعني خلينا كده لو صغرنا الشاشة وجينا بصينا مع بعض، لو هي مصفوفة متماثلة هتلاقي إن عندك عناصر القطر الرئيسي أرقام عادية، وطبعا الأرقام دي إيه بتتغير عندك من فوق لتحت. طب لو هي شبه متماثلة، شبه المتماثلة هتلاقي إن القطر دايما بصفار، والعناصر كل عنصر بإشارة مختلفة عن العنصر التاني. تعال ناخد مثال، مرة على المتماثلة ومرة على شبه متماثلة، ونطبق فيه إيه مع بعض. جميل. خلينا كده نكبر الشاشة سنة. ماشي، حلو أوي كده. يلا بينا. عندنا مثلا سؤال بيقول لك لو أنت عندك المصفوفة ألف عبارة عن 5 2 س 8 -4 -2 6، وهنا س زائد 2 ص، وهنا 6، وهنا 4، وقال لك إن دي إيه متماثلة. متماثلة، يعني لو جيت قلت إن ده القطر بتاعي، فالعناصر اللي على الهيئة دي كده بيتساوي بعض. يعني 2 س بتساوي -4، ومنها س بتساوي -2. شكرا. بعد كده هلاقي إن دي 6 و6 بيساوي بعض، فخلاص، ولاقي إن التمانية دي بتساوي ده. هتلاقي إن التمانية بتساوي س زائد 2 ص. جبت السين أصلا أنت بكام من شوية؟ -2. هتودي -2 الناحية التانية تبقى 10، تقسم على الاتنين، الصاد تطلع بكام؟ 5. كده جبت السين وجبت الصاد. جميل. ناخد مثال كمان. جه في المثال التاني بيقول لك الألف هي عبارة عن مصفوفة، وفتح كده مصفوفة كبيرة، قال لك إيه 0 3 س و7، وعين زائد التلاتة وصفر -2 عين. بعد كده قال لك 3 ص ناقص س و6 وصفر، وقال لك إن دي مالها شبه متماثلة. شبه متماثلة، قمت رايح عامل كده. طبعا شبه المتماثلة القطر بتاعها بيبقى صفار، صح. حلو، والقطر بتاعها بيبقى أصفار، والعنصر ده بيساوي العنصر ده. ارجع كده غير اللون يا بابا. العنصر ده بيساوي العنصر ده، والعنصر ده بيساوي العنصر ده، والعنصر ده بيساوي العنصر ده. يلا بينا نطلع العناصر اللي احنا لسه كاتبينها دي. ف 3 س هتساوي عين زائد التلاتة. دي معادلة في مجهولين مش هقدر أحلها دلوقتي. طب المعادلة اللي بعدها، السبعة بتساوي 3 ص ناقص السين، برضو دي معادلة في مجهولين مش هقدر أحلها، على أمل المعادلة التالتة -2 عين بتساوي 6. المعادلة دي في مجهول واحد، يبقى من هنا قدرت أجيب قيمة العين -3. العين -3، جيت حطيت هنا العين -3، طلعت السين بصفر، لأن -3 زائد 3 بصفر. تمام. و بسم الله الرحمن الرحيم، أنا قايلين فيه رقم غلط. 3 س عين زائد 3 -2 عين 3 س و6 ألف. عين طلعت ب3. أيوه، حلوة أوي. بص بقى، احنا هنا نسينا حتة مهمة جدا. هي دي مصفوفة شبه متماثلة، يبقى كل عنصر من هنا بيساوي سالب للعنصر اللي هنا. يعني هنا في سالب، هنا في سالب، وهنا نحط السالب جنب الستة. لما تبقى -2 عين تساوي -6، يبقى العين ب3. وما تطلع تعوض هنا عن العين ب3 وتقسم على -3، يعني السين تطلع -2. وأما تيجي تعوض هنا عن قيمة السين -2 وتودي بعكس الإشارة، تطلع الصاد بكام؟ -3. تطلع الصاد -3. يبقى خلينا كده أنبهني وأنبهك. لو هي متماثلة، فأنا بالنسبة لي المصفوفة هتبقى بالشكل ده. عندي القطر الرئيسي أعداد أ ب
ج، وعندي القطر الفرعي ده قد ده، ده قد ده، ده قد ده. جميل. لو هي شبه متماثلة فهتبقى عندي بالشكل ده. القطر الرئيسي بتاعي صفار، صفر، اتنين، تلاتة، وعندي هنا حاجة وسالب الحاجة، عندي هنا حاجة وسالب الحاجة، عندي هنا حاجة وسالب الحاجة. ما ننساش السالب لأن ده هيبهدل معايا القيم اللي أنا شغال عليها. جميل. خلينا كده ناخد مثلا كام سؤال من الكتاب ونطبق عليه إن شاء الله. أتمنى إن يكون التسجيل شغال، كل حاجة شغالة. جميل. إيه، اكتب نوع المصفوفة اللي هتتكتب دلوقتي. هكتب لك 6 مصفوفات ونقول أنواعهم مع بعض. بسم الله. رقم 1، 1 سالب 1 0 2، بعد كده 1 3 5 7، بعد كده 3 4 5، بعد كده يلا بينا بالراحة. دي مصفوفة عبارة عن مصفوفة 2 في 2، والقطر بتاعها أرقام عادية ومش كلها صفار، فدي مصفوفة مربعة. دي مصفوفة عبارة عن صف واحد، يعني دي مصفوفة صف. دي مصفوفة عبارة عن عمود واحد، دي مصفوفة عمود. دي مصفوفة كلها صفار، دي مصفوفة صفرية. دي مصفوفة كلها صفار ما عدا القطر بتاعها أرقام ومش وحايد، فدي مصفوفة قطرية. دي مصفوفة كلها أصفار والقطر بتاعها فيه صفر مش كل واحد يعني، فدي برضو مصفوفة إيه؟ قطرية. إنما لو كان كتب لي مصفوفة بالشكل ده 1 1 0 0، فدي كان هيبقى اسمها مصفوفة الإيه؟ الوحدة. مصفوفة الوحدة بيتكتب أو رمزها أي. مصفوفة الوحدة الرمز بتاعها أي، والمصفوفة الصفرية الرمز بتاعها مستطيل فاضي. مستطيل فاضي. طيب، في أي سؤال تاني مثلا ممكن يعمل مشكلة للطلبة؟ أنا ما أظن إن كده لأ. جميل. سؤال نختم بيه، سؤال مستويات عليا. بيقول لك إيه؟ عندي المصفوفة ألف عبارة عن، فتح قوس، قال لك جاء باي على الاتنين، جاء صفر، جتا باي على الاتنين، جتا صفر. فأي العبارات تكون صحيحة؟ إيه هي العبارات؟ قال لك ألف مصفوفة وحدة، قال لك ألف مصفوفة متماثلة، قال لك ألف مصفوفة مربعة. تعال نشوف مع بعض. باي على الاتنين اللي هي 90، جا 90 بواحد، جاتا 90 بصفر، جا صفر بصفر، جاتا صفر بواحد. يعني المصفوفة دي بقت قدامي على الشكل ده 1 0 0 1. اه، تعالى بقى نبص. هي مصفوفة وحدة؟ اه مصفوفة وحدة. مصفوفة متماثلة يعني القطر بتاعها أرقام واللي على جنابه أرقام متماثلة، اه مصفوفة متماثلة. طب دي مصفوفة مربعة؟ يعني ايه مربعة؟ يعني صفوفها زي أعمدتها، اه 2 في 2، يعني مصفوفة مربعة. يعني هي مصفوفة وحدة ومصفوفة متماثلة ومصفوفة مربعة. تمام. لحد هنا نقدر نقول الدرس الأول انتهى، الحمد لله. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو قريب نشرح فيه الدرس التاني بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.